في الاوربت برنامج على الهوا دكتور جمال عناية. تمام. او تي في صباحك سكر زياده. روتانا موسيقى، روتانا كافيه. جريدة اليوم السابع، طبعا الاستاذه ايه سعيد. ايوه. مجله اخر ساعه دي تبع دار اخبار اليوم يا جماعه اللي ما يعرفهاش. مجله لهون كانت كاتباها اسماء ابو شال. الاسم عجبني قوي. ولينا يعني. ايوه مالكش دعوه ماشي. عندنا مجله الصدى الاماراتيه، واخيرا راديو كريزي اف ام. عمر علام وصلنا. عايز اقول ان احلى حاجه اتعملت لي في دول كلهم هو اخر ساعه اللي هو ايهاب. ما هو صحفي اسمه ايهاب مش مكتوب اسمه، فانا لازم اقول اسمه لان هو بجد عمل روبورتاج هايل جدا جدا جدا. ممكن بقى تقول لنا ملخص عنه؟ كان الروبورتاج بيتكلم عن الجروب، فكرته ابتدت معاك امتى، وبتقضي كام ساعه قدامه في اليوم، عندك كام صوره، عندك كام ممبر. بس ساعتها كان الممبر 60,000 بس. فهو كان عنوان الجروب احمد وصل ل60,000 وبيدور على 50 مليون جنيه. طب انت فعلا بتقعد قد ايه في اليوم؟ حوالي 5 ساعات بس. انا ما بعملش حاجه وبقعد حوالي 6 ساعات. ده زمان، بس دلوقتي بقى الواحد ابتدى يخش في الحياه العمليه شويه، فما بقتش عارف اقعد قوي. ما كنت اقول لك الدراسه والامتحانات والحاجات دي. هو لسه الناس ابتدت تشكي فعلا، تشتكي تقول الجروب ابتدى يبقى بطيء شويه. هو فعلا انا مشغول بس. ماشي دينا اهو يا جماعه بنقول عشان الناس ما تتضايقش. وبعدين يعني راجل معاه بصراحه مجهود جبار، يعني ما فيهاش حاجه لما نستنى عليه شويه. انا مش فاهمه يعني انت وصلت لكل الناس دي كتير ما شاء الله. انا ما وصلتش والله، هم اللي وصلوا لي. دي حاجه على فكره والله عمري ما حبيت ان انا اوصل لحد. بس مش بس يعني انت دلوقتي طلعت في تلفزيون وطلعت في جرايد وراديو وهو كل حاجه. انت على فكره اوربت ابتدى لما كان الجروب حوالي 20,000. ده كان اول حاجه اوربت كان 20,000 ممبر. قبلها على طول الناس كانت تقول لي الله دي الفكره جميله، ما تروح تكلم حد، ما تروح تعمل حاجه، ادي فكره. قلت لهم يا جماعه هي لو الحاجه حلوه هتوصل لهم وهيوصلوا لي من غير ما اعمل اي حاجه. لان الحاجه الحلوه بتبان سواء كانت فكره او سواء كانت اي حاجه تانية. فعلا ببص لقيت اتصالات كتير بقى وناس كتير عايزه تعمل معايا لقاءات وكده، الحمد لله يعني. تمام. طيب عايزين بس انت عطشانه؟ انا شويه. ليه؟ طيب ما تشربي من النيل. اشرب من النيل؟ انت ايه خلينا نخبط في الحاجه يعني لو اشربي من البحر. طب اسمعي واشربي من النيل. ماشي. معانا شيرين ما شربتش مننا. واحنا مطمنين ما شربتش من نيلها. طب جربت تغنيلها؟ جربت في عز ما تحزن تمشي في شوارعها وتشكي لها؟ ما مشيتش بضواحيها؟ طيب ما كبرتش فيه ولا لك صورة عالرملة كانت عالشط في موانيها؟ دور جواك تلقاها هي الصحبة وهي الأهل. عشرة بلدي بتبقى نسيانها عالبال مش سهل. يمكن ناسي لإنك فيها مش وحشك ولا غبت عليها، بس اللي مجرب وفارقها في الدنيا مفيش بعديها. إن غبت بحنلها وانسى الدنيا واجيلها، وإن جيت انسى تفكرني بمليون ذكرى القلب شايلها. غالية بلدنا علينا وهتفضل في عينينا، ومادام بنحب بلدنا تبقى هتتغير بايدينا. احنا اللي نعليها بايدينا نخليها اجمل لينا ولولادنا مهما العمر يعدي عليه. دور جواك تلقاها هي الصحبة وهي الاهل. عشرة بلدي بتبقى نسيانها عالبال مش سهل. يمكن ناسي لانك فيها مش وحشك ولا غبت عليها، بس اللي مجرب وفارقها ألف الدنيا مفيش بعديها. ما شربتش من نيلها؟ طب جربت تغنيلها؟ جربت في عز ما تحزن تمشي في شوارعها وتشكي لها؟ ما مشيتش بضواحيها؟ طيب ما كبرتش فيه ولا لك صورة عالرملة كانت عالشط. شربتي؟ الحمد لله. شربتي؟ الحمد لله. نحمد ربنا ونشكره بقى على كل حاجه. الحمد لله. انت
انت ثواني بس الاول نفكر الناس، احنا معانا جروب رصد غرائب الشارع المصري، عشان داخل بس متاخر يبقى عارف. واحنا مستنيين مشاركاتكم. على ممكن المشاركه من الشوت بوكس قدامكم من صفحه الليسن، او من مشاركه تليفونيه على رقم 011 731 764. تمام. معانا طبعا احمد سيد الكريتور. عايز اسالك سؤال بقى، انت قعدت تقول انا بحب اصور بالموبايل بقى وكده، سمعت طبعا عن المسابقات اللي بتتعمل اللي هي افلام الموبايل؟ سمعت عنها؟ خدت فكره. اللي هو بيصور فيديو. انت ما مالكش في الفيديو ولا ايه؟ لا انا اول حاجه شفت، لا ماليش في الفيديو. بس انا شفت حاجه زي كده، كان احمد مكي اول ما ظهر خالص عمل فيديو بالموبايل. هو حر يعني هو ظهر بالراحه، بس دلوقتي بيبقى له مسابقه رسميه فعلا. لا بس انا في الفيديو لا. تمام. معايا مشاركه والله، انا فعلا انا اسفه يا نونيتا، فعلا هي بتقول لا حرام الاغاني النهارده جامده جدا قطع القلب يعني وكده. بتقول هي عايشه في دبي وما زارتش مصر بقالها 5 شهور، وبعد كده عشان كده انا بفضل اسمع الراديو عشان بتخليني احس ان انا في بيتي. معلش احنا معاكي، بصي اتصلي بينا طيب، اعملي اي حاجه، احنا مستنيينك. مش معلش بقى، بس احنا بنحاول نصبرك بس على ما تيجي. خليكي معانا واي مشاركه لحمد. طيب احمد، انت في حاجه ان شاء الله حاطط عايز تضيفها قدام الجروب؟ حاجه حاططها في دماغك؟ هو قسم الفيديو. هو في برضه فيديوهات غريبه. في واحد كلمني برضو قال لي انا ممكن انا بصور حاجات كتير عندي ويا ريتنا نقعد ونشوف الحاجه دي مع بعض وازاي نقدر نتشارك او ننزلها في جروب او نعمل لها جروب تاني. ثاني هيبقى فيديو برضو زي الصور كده بتلقطها ولا هم هيعملوا فيديوهات؟ هيبقى حاجات غريبه بقى، حالات غريبه يعني مثلا هم اللي هيمثلوها ولا ده هتبقى طبيعيه برضو؟ لا طبيعيه يعني. هو وشفت حاجه من اللي هو عاملها ميكروباص واقف بالعرض في الشارع وموقف الشارع كله وحالف ان هو مش هيعدي حد وواقف بقى والناس نازله له وعماله تبوس راسه وتبوس ايده وبتاع. يا سلام، مفيش فايده، هو مستقر. لا بس على فكره حوار الفيديو ده كتير يعني. صراحه انا من الناس اللي بتابع البيت بتاعك كتير يعني. فكان في كذا حد كان مصور كذا قضيه. كان في واحد مصور واحده بتاخد العيش واخداه في شوالات وهو بيقول للناس مش لاقيه العيش. صور واحد اتقتل في الشارع والناس واقفه وعادي خالص في اسكندريه. يعني فعلا هو الفيديو مهم جدا على فكره. لا احنا ما عندناش ازمه عيش. احنا ما عندناش العيش عندنا متوفر في كل حته. ايه انت لسه مش واكله عيش من شويه؟ كلي عيش. لا لسه ما اكلتش انا كلي عيش اسمعي كلامي. طيب ماشي. طيب انت بقى طموحك ايه للجروب؟ طموح معين كان نفسي اعمله برنامج تلفزيوني. كان نفسي. طب ليه كان يعني بص ما شاء الله ليه كان لسه معاك الفكره؟ مش عارف، بس يعني انا شايف اني مش محتاج انتقادات تبقى واسعه قوي بقى. يعني احنا انتقاداتنا جايه من جوه بيقولوا عليا جاسوس. لا اصل الحاجه لو مش ناجحه وعامله كلام كتير اكيد مش حدش هيعملها انتقادات. تاني حاجه يعني انا شايف دي اول حاجه. نمره 2 انا مش هروح لحد اقول له اعمل لي برنامج. لو في حد شايف انها فكره كويسه ممكن تتحول لبرنامج كويس يكلمني ممكن نتفق ونشوف. انما انا مش هجري وراها ان انا اعملها حاجه يعني حاجه تلفزيونيه. يعني لو اي حد عرض عليك دلوقتي تعالى نعمل برنامج وما اعرفش ايه وكده هشوف الاول. لا طبعا انا هفهم الفكره الاول. تمام يا جماعه عايزين نعمل برنامج بسرعه اي حد يجي. طيب في مشاركه معانا من كريم ابو اليزيد بيقول كريم ده صاحب على فكره يا اخوان. بيقول ازيكم يا جماعه، عمر وساره انتوا هايلين بجد، ميرسي ليك يا كريم وبرنامج جامد جدا وبشكر احمد على الجروب ده وبقول له ان انا فان للجروب وربنا يوفقكم ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي يا كريم، ربنا يخليك. على فكره كريم ده حد كويس جدا وبرضه عامل جروب حلو قوي عن بس تعليم الانجليش وكده. ان شاء الله نبقى نجيبه معانا. ميرسي يا كريم على المشاركه. طيب احمد، انت بمناسبه بس الكلام عن الطموح وقلت ان في واحد كلمك، يعني معنى كده ان انت يعني ممكن بتسمح للاعضاء ان هم يشاركوك بافكار جديده؟ طبعا. لا طبعا اولا هي مش يعني هو الفكره بتاعتي، انما الشغل كله مش بتاعي. لا انا الصور اللي في الجروب بتاعتي انا حوالي 20%. 80% للاعضاء. انا بيجي لي حوالي 300 ايميل في اليوم.